عنها جبران خليل جبران: لا تقل نصف كلمة، لا تقل نصف كلمة، ولا تمشي نصف طريق، ولا تحلم نصف حلم، ولا تأخذ نصف موقف. والكلمة لما تتوه وسط الكلام تنتهي، والكلمة لما ترتعش وتخاف تطولها قبضة السياف، والكلمة لما تواجه الكذاب بتفتح للحقيقة أبواب. هكذا كان عبد السلام منصور الذي كنت في غاية السعادة عندما ولا زال حتى تاريخ هذه اللحظة منحاز بضميره للبسطاء، للذين يبحثون عن كسرة خبز، للشرفاء. وده دايما قدر العظماء في التاريخ البشرية. كل العظماء الأنبياء كلهم والعظماء والمفكرين والمثقفين انحيازهم كله للبسطاء. فكان عبد السلام منصور بنفس هذا النهج رافقته وزاملته وصادقته، وكان معي رجل كلمة ورجل موقف، رجل شجاع. أيام مبارك ما كانش حد يقدر يعمل ندوة، كنا بنعمل الندوة وبنتكلم، وكان عبد السلام منصور بكلماته تشق صمت السلبية المطلقة علينا وتشق حواجز الخوف. وعلي درويش ومصباح وما أدراك. طبعا سعادة الرئيس يعني دي أسماء كانت عندنا أم دولة كده، يعني كانت الناس بترتعش منه وتخاف منه. ما كانش فيه الكلام ده كله، لدرجة إن إحنا أحيانا لما كان بيجي واحد بتوع من الدولة يقعد معانا كان الأولاد الزملاء يشيلوه يرموه بره. مالكش مكان هنا. مش كنت حد يقدر. ها؟ مش حد يقدر. والله العظيم عملناها اساسا. والله شلنا من بره اساسا. صار قدامنا افطار رمضان. يعني الحقيقه الكلام كثير، وانا عايز اختم زي ما استاذنا الفاضل الاستاذ ناجي عبد المنعم ذكرني باحمد فؤاد نجم. فكنا في التحرير كده في 25 يناير بنهتف بهتافات احمد فؤاد نجم ونقول ايه؟ اللي خانوا العهد منا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة، مستحيل هيكونوا منا. هم حاجة واحنا حاجة. هم باعوا البندقية والوطن والجلابية، واحنا اصحاب القضية. احنا ما بنبيعش مصر، احنا ما بنبيعش مصر. اختم كلماتي بالشكر والتقدير لضيوفنا الاعزاء وفي النهايه المجد والخلود لشهداء هذا الوطن والعزه والفخر لكم جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. تبنى الاوطان بثلاث. كلمه اللي قالها الاستاذ يوسف كان هو جالي ثلاثة بس النهارده في الرابعة ما جاليهاش، مش جالي على الرابعة دي من عندنا لسه هو جالي الكلمة دي فحولت إلى شعر الآن.